الجمال أطيب طبق رز بالحمص وصدر الدجاج على الطريقة التركية ومرق الدجاج. وقبل ما أبدأ بالفيديو تابعوني واشتركوا بالقناة ولا تنسون اللايك والمتابعة وفعلوا زر الجرس. ونبدأ ونقول بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. والسلام عليكم، شلونكم وش أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم وصفتنا تختلف وجدا بسيطة، وبالنسبة لها طبعا وين ما تفترون، يعني وين ما تروحون تتمشون بتركيا بمناطق تركيا تلقوها حتى بالمحلات اللي تقدم مثلا يعني شغلات بسيطة زين. اللي يبيع آيس كريم، اللي يبيع سميد، اللي يبيع هذني الشغلات كلها تلقوها عندهم. المهم عندنا هنا رز، وعندي هنا حمص، وهنا أنا عندي الدجاج سويته بهالطريقة، يعني مرقة كاملة، هي مرق مال دجاج كامل. أما بالنسبة لكم إذا تحبون تسلقون بس الصدر مال الدجاج فمو مشكلة، يعني أنا راح آخذ بس الصدر مال الدجاج، وهي الوصفة أصلا بس صدر مال الدجاج، بس أنا حبيت أسويها كاملة وأحصل على هذا الدهون الطبيعية الموجودة وأسوي بها الرز أو التمن. وأنا مجهزته كامل، طبعا نهائيا ما ضايفة أي توابل، يعني ما عدا ورق الغار والبصل، يعني هم ذني الشغلات، بس توابل ما ضايفة أي بهارات. بس راح أضيف ورا ما آخذ بالمي مالته، لأنه بالنسبة للرز لازم تكون الحباية مالته بيضة، اللون الأبيض مو الأصفر وهاي الأشياء، فلهذا السبب ما ضفت أي توابل. طبعا هنا أنا نزلت الرز مثل ما قلت لكم. إذا تحبون تطبخون الرز على الطريقة التقليدية اللي هي مثلا بزيت وهاي الأشياء، فهذا الشيء راجع لكم. بالنسبة لي أنا بس على مود يعني ما أضيف أي زيت ولا هاي الأشياء. يعني ننزل عليه مرق الدجاج أو التشريب مال الدجاج كيفكم شو بتسموه انتو، لأن هو هذا بيه أصلا زيوت طبيعية، فماكو داعي أضيف له ملح. طبعا نوعية الرز أو التمن انتو اللي تشوفوها تناسب يعني لكم. هنا هم يضيفون الحمص، أنا بالنسبة لي ما أضيفه هسه لأنه ما أريد ينمرض، فراح أضيفه آخر شي من أريد يعني أحضره وأصب. بس راح أخليه لحد ما ينطبخ ويتهدر، وبعدها نجهز أنا وياكم نكمل. شوف حبايب قلبي، هنا أخذت من الرز بعد حباية مالته جنة، هنا الحمص، وهنا الصدر مال الدجاج فلسته بهيج طريقة. طبعا أكو يسوون بهاي الماكينة الكهربائية اللي تخفق، هم اللي بدون تسووها. هسه راح أمزج الحمص ويا الرز. هنا شنو راح أسوي؟ طبعا هنا شوفوا بطل، هنا من الصدر مال الدجاج راح أجيبه أوزعه بهالشكل هذا. بعد ما نزلته بهالشكل هذا راح أضيف الرز والحمص فوق. هنا شوفوا بالملعقة أضغط عليه بهالشكل هذا شوية، وهنا قلبته بهالشكل هذا. ومثل ما تلاحظون أنا بالنسبة لي أحب أضيف شوية شغلات هيجي، فلفل أحمر مجروش، طبعا الحار مو البارد، وأضيف عليه رشة من الفلفل الأسود. وهذا اختياري طبعا لهاي الإضافات، وأضيف عليه شوية من السمسم.
صار طبقنا جاهز، إن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. وهنا مرقنا الدجاج نفس الشي والتشريب زين، وانطوني رأيكم. إن شاء الله أكون قدمت شي تستفادون منه وينال رضاكم ويعجبكم. انتظرونا مقطع جديد وفيديو جديد، ومع السلامة.